السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين وكل صيف وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هشارك معاكم يومنا كده على البحر، من شواطئ اسكندرية الجميلة، في منطقة البيطاش. هقول لكم كل التفاصيل بإذن الله في الشاطئ، وبجد من أجمل الشواطئ اللي موجودة. هو اسمه ميكا. ده كده بيكون شكل البوابة، وهشارك معاكم كل التفاصيل ان شاء الله خلال الفيديو. كمان هعمل معاكم الاكل اللي انا اخدته معايا، هوريكم بس كده باختصار. يعني انا حضرت معاكم صينيه الجلاش، طبعا مش عايزين نبعد خالص عن محتوى الطبخ، فهوري لكم البحر وكل حاجه، بس نشوف صينيه الجلاش الجميله دي اتعملت ازاي مع بعض الاول. في الصينيه دهنتها دهنه سمنه كده كويسه، وبعد كده بدات اخد ورقتين من الجلاش، حطيت نصها جوه الصينيه ونص التاني بره الصينيه. بس دي بس اللي هخليها كده خارج الصينيه، واحده يمين وواحده شمال. بحب قوي اعمل الجلاش في صواني مستطيله افضل من الصينيه المدوره. طبعا لو مش متوفر عندك اعمليها في صينيه مدوره عادي جدا. باخد كده ورقه واحده من الجلاش وبتنيها على 2 زي ما انتوا شايفين، وبدهن بين كل طبقه وطبقه سمنه. حطيت حوالي 3 او 4 ورقات من الجلاش متنيين زي ما اتفقنا مع بعض. بعد كده الحشوه بتاعتي بسطرمه وفلفل الوان، عندي فلفل اصفر وفلفل اخضر وطماطم متقطعه قطع صغيره ومنزوعه البذور، ومعايا رومي مبشور حطيتها كده برده بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده اقفل بقى طبقات الجلاش اللي احنا عملناهم لبره دولت، وبين برضو كل طبقه وطبقه بحط سمنه، ودول طبقتين مع بعض لو تاخدي بالك من الاول. بصي، باخد ورقه جلاش وبتنيها على 2 بالشكل دوت بالطول، وببدا ان انا اضيفها، وحطيت حوالي برضو 3 او 4 طبقات وبينهم سمنه. بعد كده بدات اقطع صينيه الجلاش بتاعتي بالشكل دوت، وطبعا الفرن لازم يكون سخن، يعني انا مشغلاه من قبل ما ابدا خالص في الجلاش. بالنسبه بقى اللي هنحط ايه على الجلاش، معايا كوبايه لبن كبيره، مش هحط بيض خالص، حطيت معلقه نشا كبيره ومعلقه صغيره من الكيك شيف او البيكنج باودر، بيفرقوا جدا جدا في الجلاش، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. تمام كده، هقلبهم كده كويس مع بعض، وبعد كده هبدا اضيفهم على الجلاش اللي عندي. الطماطم برضو والفلفل والحاجات دي نسيت اقول لكم، رش عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود بالشكل ده كده. وحبيت ان انا احط على كل قطعه جلاش رشه كده من الجبنه الرومي او الجبنه التركي كده من فوق الوش، ودخلتها الفرن على الارضيه. اول ما تاخد لون من تحت هبدا ارفعها على الشوايه، وبس كده. وده كده بيكون شكله النهائي تحفه، وهوريكم دلوقتي طري قد ايه. كمان عملت سندوتشات ستريبس وبانيه مشوي وجبنه تركي، ومعانا كده شويه شيبسيات شيتوس وتايجر بالكباب وبالطماطم. طبعا البحر بيجوع وبيحب ايه يعني، مزاج كده وانت قاعده على البحر تبقي بتتسلي في اي حاجه. ومعايا بسكوت كده عشان ولادي، ومصاصتين طبعا عشان هما بيحبوا المصاصه، وانسب مكان ياكلوا فيه المصاصه هو البحر عشان ما يبهدلوليش الدنيا. بياكلوها برضو في البيت يعني، بس حبيت ان انا اخدها لهم معايا في البحر. ومعايا طبعا لب وستاني، الكيسه اللي انا وريتها لكم دي، وشمام طبعا مسقعاه في التلاجة. بصوا بقى شكل الجلاش عامل ازاي، ولونه بجد روعه، وبيبقى هش كده وطري وجميل قوي. امشي بكل التكات اللي انا عملتها فيه وهتعجبك قوي، حاجات بسيطه قوي عملناها مع بعض. ودي كده بطاطس مسلوقه عليها رشه ملح وكمون عشان ابني صغير، وطبعا برضو باكله من البانيه المشوي. وهنا هريسه، معايا هريسه وعناب دوت عاملاه من بالليل وحطاه في الفريزر، يعني دي متلجه. وسندوتشات كنت بقى جهزتها وكله تمام، يعني لازم تاخديها معاكي متلجه لان هي كانت شويه على البحر وكانت فكت خالص اصلا. وده كده شكل الجلاش بتاعنا. وطبعا ما تنسيش كل من الميه من بالليل سقعت اكياس كده تلج، وبدات ان انا افضيها فيها الصبح. وطبعا العاب البحر بتاعه الاطفال. وبصوا بقى شكل الشاطئ بجد تحفه. هو اسمه ميكا، وطبعا لو انت مش من اسكندريه ومش عارفه توصلي له، هتوصلي على اول البيطاش، هتركبي وتقولي له نزلني عند شاطئ ميكا. تمام، هتنزلي وتدخلي الشارع على طول كده، هتلاقيه في وشك على طول. هو ما يتوهش ابدا ومعروف جدا طبعا. وده كده شكل البوابه بجد تحفه، ومهتمين قوي بالشكل، وبتاخدي طبعا عندها كده شويه صور حلوين. وهو طبعا في كافيه، وفي كمان ملاهي كده للاطفال. الكافيه ده طبعا بيبقى شغال بالليل اكتر. بصوا بقى شكل البحر بجد روعة حلوة قوي. هقرب لكم دلوقتي وهوري لكم البحر بكل تفاصيله. الرملة طبعا ناعمة وتحفة. وده كده شكل البحر، بصوا بقى الجمال بجد تحفة. وكان يوم يعني الحمد لله حلو قوي. وبجد الواحد يعني الحر اللي احنا فيه دوت محتاج بحر، بس كده هو محتاج بحر. احنا رحنا كده كانت حوالي الساعة 2 الظهر يعني التصوير دوت. وده برضو التصوير دوت كان بقى خلاص قرب الغروب شوية. هو البحر موجته خفيفة، يعني مش الموجة اللي هي بقى تضايقك قوي، لا هي في موجة عشان البحر مفتوح طبعا، بس موجة خفيفة. بصوا بقى المية صافية قد ايه، بجد تحفة. ده كده كان قرب الغروب. حبيت بقى اصور لكم كده البحر من قريب كده عشان تعيشوا معايا كل الاجواء.
لو انتوا بقى مش من اسكندريه ولا حاجه، تعالوا بقى اسكندريه نورونا وروحوا الشاطئ دوت، شاطئ ميكا، هيعجبكم قوي. هنا خلاص كده واحنا مروحين، حبيت برضه اصور لكم البوابه تاني لان شكلها كان حلو قوي. طبعا مش هنسى اقول لكم رسوم الدخول او حاجه. الكرسي ب25 والترابيزه ب25، يعني الفرد ب25 عشان طبعا هياخد كرسي، والترابيزه لو عايزه ترابيزه واحده هتدفعي 25، لو عايزه تزودي ترابيزه تانية يبقى هتدفعي 50 جنيه. بس كده، هو سعره حلو يعني وفي متناول الجميع، وباذن الله هيعجبكم قوي وهيبقى يوم حلو قوي باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين وكل صيف وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك للقناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان باذن الله يوصلك اشعار باي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.